صفقات قوية بتتم بهدوء ومفيش تسريبات زي زمان، لا إعلام بيكشف ولا منافس بيدخل يبوظ الصفقة. وجود شخصية زي جون إدوارد في منصب المدير الرياضي بيشتغل صح في سرية التفاوض وحسم الصفقات. أول صفقة هي رد على صفقة زيزو اللي راح الأهلي، والزمالك بيتعاقد بشكل شبه رسمي مع المهاجم محمد شريف. الزمالك عايز محمد شريف ومتفق على كل حاجة شخصية مع اللاعب بنسبة 100%. محمد شريف في الزمالك خلاص، اللاعب وقع وفي انتظار الإعلان عن الصفقة. وأنا شايف إن الزمالك محتاج محمد شريف، ومحمد شريف محتاج الزمالك في استعادة مستواه. وتاني صفقة عملها نادي الزمالك أحمد عبد القادر، جناح الأهلي السابق ونجم سموحة، بيوقع رسمي مع نادي الزمالك بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي قطر القطري. الصفقة دي مش بس سد فراغ هجومي، دي رسالة إن الزمالك راجع بقوة وهيبني فرقة تقيلة تنافس على الدوري. اللاعب عنده السرعة والمهارة والتحرك بدون كورة، واحد من أكتر اللعيبة اللي بيخلقوا فرص وبيعرف يفتح الملعب على الطرف الشمال. وفي ظل غياب جناح واضح في الزمالك، الصفقة دي ممكن تبقى فرق كبير الموسم الجاي. جمهور الزمالك منقسم، في ناس شايفة إنه صفقة ممتازة وفي ناس شايفة إنه مش هو الحل المنتظر. بس خلينا واقعيين، اللعيب عنده خبرة دوري ممتاز ولعب قدام الكبار، وده اللي محتاجه الزمالك دلوقتي. لو عبد القادر أخد فرصته ولعب بحرية ممكن يبقى مفاجأة الموسم. والتالت صفقة معانا هو مصطفى فتحي، ابن نادي الزمالك السابق ولاعب نادي بيراميدز الحالي، اللي بيدخل في صفقة تبادلية مع أحمد فتوح. توصل الفريق الأبيض لاتفاق مع مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز من أجل عودته مرة أخرى مع بداية الموسم القادم. وكان مصطفى فتحي رحل منذ سنوات عن نادي الزمالك للانضمام لفريق التعاون السعودي، وبعدها عاد مرة أخرى للانضمام لفريق بيراميدز. وإجمالي مساهمات مصطفى فتحي مع بيراميدز هذا الموسم 29 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 6 آخرين. ورابع صفقة معانا وبشكل شبه رسمي انضمام حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري المهدي سليمان إلى نادي الزمالك في ظل عدم ثبات مستوى محمد عواد ومحمد صبحي. ويدعم نادي الزمالك مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع المهدي سليمان. الزمالك يحصل على توقيع المهدي سليمان لمدة موسمين. شارك مع الاتحاد هذا الموسم في 14 مباراة، استقبل 10 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات. وخامس صفقة معانا هو محمود صابر، اللاعب بيبلغ من العمر 22 سنة وبيجيد اللعب في مركز الجناح وصانع الألعاب. الحقيقة أنه قدم موسم محترم جدا مع سموحة وكان من العناصر المؤثرة في الفريق، وده اللي خلى الزمالك يقرر يتحرك ويتفاوض عليه. الاتفاق تم خلاص والصفقة خلصت ما بين الزمالك وبيراميدز، خاصة أن اللاعب نفسه كان عنده رغبة قوية في اللعب بقميص الزمالك. محمود صابر يعتبر من العناصر الشابة اللي ممكن تبني عليها، بس التحدي الأكبر إنه يثبت نفسه وسط ضغط جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع صبر جمهور الزمالك اللي بقى قليل جدا بسبب المواسم اللي فاتت. الزمالك بيكمل تحركاته في سوق الانتقالات وبيعلن ضم محمود زلاكة لاعب نادي سيراميكا اللي كان لافت الأنظار في الدوري الموسم اللي فات. الصفقة دي الزمالك بيدور بيها على تدعيم في وسط الملعب، خصوصا بعد تراجع مستوى بعض اللعيبة في المركز ده، وكمان علشان يزود المنافسة على التشكيل الأساسي. الاتفاق تم ما بين الزمالك ونادي بيراميدز وتم توقيع العقود بشكل رسمي. اللاعب هيبدأ فترة الإعداد مع الفريق وفي أمل كبيرة إنه يبقى من العناصر اللي هتساعد في الموسم الجديد. بس زلاكة لازم يعرف إن اللعب في الزمالك غير أي نادي تاني، وكل غلطة بتتحسب. الكورة في ملعبه، ولو ركز واشتغل صح ممكن يبقى من الأسماء اللي الجمهور يعتمد عليها. وإجمالي مساهمات محمود زلاكة مع سيراميكا هذا الموسم 31 مباراة، سجل خلالهم 11 هدف وصنع 6 آخرين. وبعد ما خلصنا أخبار الزمالك نروح على بيراميدز، النادي اللي دايما بيشتغل في صمت لكن كل مرة بيطلع لنا بصفقات تقيلة ومفاجآت من العيار التقيل. بيراميدز ناوي يدخل الموسم الجديد وهو مش بيفكر غير في لقب الدوري والحفاظ على بطولة إفريقيا، واللي واضح من تحركاته إنه بيبني فريق قوي ومتوازن. بيراميدز بدأ يتحرك بسرعة بعد انتهاء العقد المهاجم الكونغولي فيستون مايلي، واللي كان من العناصر الأساسية في خط الهجوم خلال الموسم اللي فات. الإدارة شافت إنها محتاجة مهاجم شاب عنده طموح ويقدر يشتغل على نفسه وياخد فرصته، وهنا جه اسم أسامة فيصل على الترابيزة. اللاعب كان متألق مع البنك الأهلي وقدم موسم كويس، وده خلى كذا نادي يفكر فيه، لكن بيراميدز كان أسرع وبدأ مفاوضات جدية معاه. أسامة بيمتاز إنه بيتحرك كويس جوه ال18 وعنده لمسة تهديفية حلوة، لكن محتاج ثقة ودعم من الجهاز الفني علشان يطلع أفضل ما عنده.
الصفقة قربت تخلص والاتفاق تم تقريبا على البنود الشخصية، والإعلان الرسمي ممكن يتم في خلال أيام. الصفقة التانية لبيراميدز شكلها هتكون من العيار التقيل، وبتأكد إن العلاقات بين بيراميدز والزمالك بقت ماشية في اتجاه جديد ومفتوح. نادي بيراميدز بيقرب إنه يضم أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك ضمن صفقة تبادلية هيروح فيها مصطفى فتحي للنادي الأبيض. بالنسبة لفتوح، بيراميدز شايفه هو الحل الأمثل لمركز الظهير الأيسر، خصوصا بعد اعتمادهم على أكتر من لاعب في المركز ده الموسم اللي فات. الصفقة الثالثة اللي بيراميدز بيشتغل عليها بصمت لكن بشكل ذكي هي ضم حمزة علاء بعد ما انتهى عقده مع النادي الأهلي وأصبح لاعب حر. اللاعب كان ضمن حراس الفريق الأول في الأهلي وشارك مع فرق الناشئين لكنه ما خدش فرص كافية، وده خلاه يقرر يبدأ تجربة جديدة في نادي يديله مساحة للمشاركة. بيراميدز شاف في حمزة علاء فرصة يضم حارس صغير في السن عنده أساس فني قوي وبيمتلك إمكانيات ممكن تتطور مع الوقت، خصوصا في ظل وجود حراس أصحاب خبرة يقدروا يساعدوه في التدريب والمنافسة. نروح دلوقتي على الأهلي اللي بعد مشاركته في كأس العالم للأندية وظهور مشاكل واضحة خصوصا في خط الدفاع قرر يتحرك بدري في سوق الانتقالات علشان يسد الثغرات. ضمن تحركات الأهلي الصيفية، النادي قدر يخلص واحدة من أهم الصفقات اللي كان محتاجها من بدري، وهي ضم محمد شكري الظهير الأيسر لنادي سيراميكا كليوباترا. اللاعب قدم موسم ممتاز جدا وكان من أكتر اللعيبة اللي ثابت في مستواهم، وده اللي خلاها يرجع على رادار الأهلي من جديد خصوصا بعد أزمة مركز الظهير الأيسر في الموسم اللي فات. محمد شكري مش غريب عن الأهلي لأنه أصلا كان ضمن قطاع الناشئين في النادي وتم تصعيده قبل كده، وبعد كذا إعارة وتجربة رجع دلوقتي بشكل رسمي كلاعب ناضج وجاهز يتحمل الضغوط. الصفقة تمت بعد مفاوضات مباشرة ما بين الأهلي وسيراميكا وتم الاتفاق على كل التفاصيل، والإعلان الرسمي مسألة وقت. تاني صفقة حسمها النادي الأهلي في سوق الانتقالات كان ضم المدافع الشاب ياسين مرعي لاعب نادي فاركو واللي كان أصلا من ناشئين الزمالك قبل ما ينتقل لفاركو ويبدأ يثبت نفسه في الدوري الممتاز. اللاعب عنده 22 سنة وطوله وقوته البدنية بيخلوه من المدافعين اللي ممكن يعتمد عليهم في الكرات الهوائية والصراعات الدفاعية. الصفقة تمت بشكل رسمي واللاعب هيبدأ فترة الإعداد مع الفريق، واللي يميز كمان إنه مش بس مدافع صلب لكن كمان بيعرف يبني الهجمة من تحت، وده أسلوب الأهلي الحالي. واضح جدا إن الموسم